قبل ما نبدأ ده ملخص الحلقة 5 و6. ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وهسيب لك اللينك في الديسكريبشن. ومن غير كلام كتير يلا نبدأ. بتبدأ حلقات الأسبوع الثالث بآخر لقطة وقفنا عليها الحلقة اللي فاتت، لما عامل جري من غير ما يحاسب ومراد بيجري وراه عشان يلحقه، بس بيكون مشي وبنكتشف اصلا ان ده شخص نصاب وراكب عربيه من زمن جدي، ومراد من الصدمه بيضطر ان هو اللي يدفع الحساب. بعد كده بيوافق مراد ان هو يعمل مشاريع لزياد، ولما بيعرف زياد ان هم محتاجين الفلوس بيتني ويتفرد عليهم، ومراد بياخد منه العربون وقال لهم لو عملتوا لي المشاريع الباقيه هديكم الفلوس اللي انتوا عايزينها. وبيضطر مراد ان هو يوافق، وفي الليل بيكون شغال على المشاريع وبيقول لروني ان هو ساعه وهيخلص. وتاني يوم لطيفه بتقعد مع ياسمين وبتقول لها على الافكار اللي عندها عشان تنشط السوشيال ميديا بتاعتهم، بس ياسمين بكل بجاحه بتصدها وبتقول لها مالكيش دعوه بشغل الماركتنج واحسن لك خليكي في شغل السيلز. ولما بتقول لها لطيفه ان هي حابه تساعد مش اكتر بتقول لها خليكي في شغلك احسن. وفي نفس الوقت مراد بيكون قاعد مع مروان في المكتب وبيدخل عليهم الباشمهندس صفي وبيزعق لمراد عشان سايب شغله، وبيقول لمروان ان السيرفر واقع، ولما بيشوفه عنده بيلاقيه فعلا مش شغال ومش بيبقى عارف يعمل حاجه، بس مراد بيتدخل وبيحل الموضوع بسرعه. في المشهدين دول بنلاحظ ان لطيفه ومراد موجودين في الوظيفه الغلط، وده اللي بيعاني منها معظم شباب مصر. وبعدها بيروح مراد للجامعه وبتقول له حبيبه ان في طالب اسمه زياد ناجي بيعمل نفس مشاريعك بالظبط، وبتكون شاكه ان هو سارقهم منه، فبيقول لها ان انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده وبيسيبها وبيمشي. ولطيفه كانت قاعده مع عميل اسمه فؤاد وبيعرفها ان هو حظه وحش في الستات وشغال في الكويت بقاله 15 سنه ونازل مخصوص عشان يشتري بيت ويدور على عروسه، وبيفضل يلمح لها ان هو عاوز يتجوزها مع انه اول مره يشوفها، بس هي اي حاجه فيها روح والسلام، بس هي طبعا بتعمل نفسها من بنها. وبيقول لها انه هياخد راي مامته وهيرد عليها. ومراد بيروح لروني وبيطلب منه ان هو ياخد الفلاشه بتاعه المشاريع من زياد واصحابه ويدوا له العربون بتاعه، لان لو فضلت المشاريع تنتشر اكتر من كده هيحصل مشكله كبيره لمراد. وتاني يوم بيتجمع كمان مع الموظفين بتوعه وبيعرفهم ان بكره اول يوم شغل في المعرض، وده اللي بيتجمع فيه كبار المشتريين عشان يشتروا عقارات، لدرجه ان في ناس بتحقق التارجت في اليومين بتوع المعرض، وده افضل وقت يقدروا يبيعوا فيه الوحدات بتاعتهم. وكمال بيمشي حليم وحسام وبيقول له مراد ولطيفه لازم يشدوا حيلهم عشان عدت نص المده ومحدش باع حاجه، وبينبه لطيفة انها تسلم شهادتها. وبيروح مراد البيت وبيكون محبط وبيكون هيسيب الشغل، بس امه بتشجعه وبيقرر يكمل. وبيجي يوم المعرض والسكرتيرة بتعرف كمال ان الموزعين بتوع الدعاية مش هيجوا النهارده، فبيطلب من لطيفة ومراد ان هم يقوموا بالدور ده، والفريق كله بيفضل يشتغل ولطيفة ومراد بيوزعوا ورق على الحمامات، بس مفيش ولا عميل راضي يعبرهم ولا يشتري منهم حاجة، لحد ما بيجي بشير المتخصص في بيع المقابر وحالته بايظة على الاخر، ومراد ولطيفة بيستغلوه وبيدوا الورق يوزعه هو. وبيروح مراد عشان يشرب قهوه وبيجي واحد اسمه عبد المحسن البراجيلي، ولما بيطلب قهوه ادهم مش بيرضى يعمل له حاجه لان ممنوع حد من بره الشركه يشرب، بس مراد بيتدخل وبيخليه يعمل له اللي هو عايزه، وبيقعد معاه وبيعرفه عبد المحسن على نفسه وبيقول له ان هو وكيل مدرسه عقبه بن نافع الثانويه، وبيبدا يحب مراد عشان بيعامله باحترام. وبنعرف ان هو بخيل جدا، فبيجي حليم وبيطلب من مراد يروح يكمل شغله لان العميل ده مش جاي يشتري وكان بيوزعه عشان يسرق هو العميل منه. وفي تاني يوم كمال بيوبخ لطيفه ومراد عشان ما باعوش حاجه لحد دلوقتي، وفي الوقت ده بيجي فؤاد ومامته وبتروح لطيفه عشان تقعد معاهم، وبيفضلوا يلمعوا لها على الجواز بس هي عامله من بنها، واول ما بيقولوا لها بتتصدم وبتسيبهم وبتمشي وبيفكرهم موافقه بس مكسوفه. وياسمين بتعرف كمال ان والد الباشمهندس صفي توفى، وبيقول لهم كمان ان كلهم لازم يروحوا العزاء، وبشير ما بيصدق عشان يروح يبيع مقابر، ومراد ولطيفه هما الاتنين بيروحوا مع بعض بس باقي الفريق مش بيتحرك من مكانه. ولما مراد بيدور العربيه بتاعته مش بتدور، فلطيفه بتعرض عليه ان هو يركب معاها العربيه، فبيوافق وبيركب معاها، وهما الاتنين معاملتهم بتكون ناشفه خالص مع بعض. ولما بيوصلوا مراد بيخش يعز صفي، بس وهو خارج لطيفه بتلاحظ ان هو كان بيعيط ومتاثر جدا باللي حصل، وبتطلب منه ان هو اللي يسوق عشان هي تعبانه، ولما بتساله كنت بتعيط ليه مش بيرضى يجاوبها، وبيطلب منها تشغل اغاني عشان تغير الموضوع، وبيفضلوا يضحكوا مع بعض شويه وعلاقتهم بدات تتحسن. وتالت يوم في المعرض حليم بيفضل يتريق على مراد لانه لحد دلوقتي معرفش يبيع اي حاجه، بس بيجي عبد المحسن وبياخد مراد وبيطلعه على بره، وبيفتح شنطه العربيه بتاعته واللي بتكون مليانه فلوس، وبيقول له مراد انا هشتري، وشكلها كده هتلعب مع مراد، وبيفضل ينط من الفرحه. وبتيجي واحده اسمها جايده وبتسلم على لطيفه وبتكون زميلتها في الجامعه، ولما بتسال لطيفه عن سبب وجودها في المعرض فبتعرفها ان هي شغاله في شركه عقارات، فبتقول لها ازاي يا بنتي وانت لسه ما اتخرجتيش. وهنا مراد بياخد باله وبتتصدم لطيفه عشان لطيفه مفهماهم في الشركه ان هي اتخرجت ومعاها شهاده. وتاني يوم مراد بيكون قاعد مع الاستاذه ياسمين وبيجي يقول للطيفه ان ياسمين عايزاها، وبتهدى لطيفه لما بتدخل لها بتقول لها انا همشي من غير
الشوشره. ولما ياسمين بتسالها ليه بتقول لها علشان اللي مراد قاله، بس بتعرفها ان مراد ما جابش سيرتها اصلا، فبتضحك عليها وبتقول لها انا بقول كده عشان ما بعتش حاجه لحد دلوقتي. فبتقول لها ياسمين فعلا لو ما ركزتيش في شغلك هتمشي اخر الشهر. وبعد الشغل لطيفه بتاخد جزمه السكيت من ورا اهلها وبتخلي اختها تلعب بيها، بس اختها بتقع على ايدها وبتتكسر. ولما بيروحوا جوز امها بيزعق لها وبيطلب منها ملهاش دعوه ببنته تاني. ولما بتروح للشغل كمال بيعمل اجتماع مع التيم، ومراد بيساله على وحده معينه اذا كانت متوفره ولا لا عشان في عميل عايز يشتريها. فبيقول له كمال ان هي لسه متوفره ويقدر يبيعها عادي، بس حليم الخبيث بياخد باله. وبالليل بتروح لطيفه عشان تقعد مع صاحبتها اللي بتقول لها ان هي زهقت من حياتها، وده لان ما عندهاش عيله تهتم بيها وخلاص قربت انها تترفد من شغلها وحياتها ما يبقاش ليها لازمه. وتاني يوم بيكون مراد في الحمام والعميل اسلام بيكلمه على الوحده اللي هو قال لكمال عليها، فبيتفق ان هو يخلص معاه. ولما العميل بيجي تاني يوم كمال بيعرف مراد ان للاسف حليم جاب مشتري يشتريها ودفع العربون كمان. وحليم بيكلم مراد وبيقول له انا مستعد اتنازل عن الديل ده بس عايز منك خدمه، ومراد من غير ما يسمع بيرفض على طول. وبيحاول مراد ان هو يقنع اسلام بانه يشتري واحده تانية غير اللي هو كان طالبها، بس اسلام بيقول له لا لو هي مش موجوده للاسف انا مش هشتري. ولطيفه وهي مروحه بيجي لها فؤاد ببوكيه ورد وبيطلب منها ان هي تتجوزه، بس بتفضل تزعق له وبتقول له ان هي مش موافقه ولازم يمشي من هنا فورا. فبيزعق لها وبيقول لها هو انا لازم اكون ملزق وشبه الشباب بتوع اليومين دول عشان توافقي تتجوزيني؟ بس مراد بيجي من وراه وبيضربه على دماغه وبيتمرمغ في الارض وبيخاف وبيمشي. وبيقعد مراد مع لطيفه وبيهديها وبتعرفها ان هي خلاص هتمشي من الشركه، وبيسالها ليه وبعدين مش انت اقترحتي حاجات على ياسمين عشان تعملها في الماركتينج؟ فبتقول له انها رفضت، وبيقترح عليها ان هي بنفسها تعمل الحاجات دي وكمان هتكسب فلوس. وبيقول لها ان هو هيساعدها، وفعلا بتعمل فيديوهات للوحدات اللي عندهم. وكمان بيعرف الفريق ان هو هيسافر اسبوعين عشان وراه شغل مهم، وبيطلب من حسام ان هو يدير الفريق في غيابه. وطبعا حليم بيتضايق جدا وبيتغاظ. وفي عميل بيشوف الفيديو بتاع لطيفه وبنعرف ان هو شخص متردد جدا في قراراته ومش بيديلها اي فرصه ان هي تتكلم او تعرض له افكارها. وبيقول لها ان هو هيجيب مراته عشان تقرر هيشتروا ايه. وبيعدي يوم في التاني في التالت في الرابع، وللاسف العميل ده كمان بيروح منها. وفي الوقت ده حبيبه كانت قاعده مع زياد وبتفضل تساله في المشروع بتاعه ومش بيكون عارف ولا كلمه طبعا عشان مراد اللي عامله. فبتهدده حبيبه ان هو لو ما قالش مين اللي عمل المشروع هتسقطه، وبيضطر يقول لها على الحقيقه وان مراد هو اللي عمل المشروع. وبالليل بيروح مراد عند عم حسن البقال وبيعرفه ان هو جاي يغير الوصولات باسمه. ولما بيوصل روني بيتصدم مراد لما بيعرف ان هو لسه عليه 170 الف جنيه مع انه دافع منهم 5 وصولات ب 50 الف جنيه. فبيعرفه ان روني ماضي على 20 وصل مش 15 وغرامه 20 الف جنيه نقل وصولات. فبيتضايق مراد وبيسيب صاحبه وبيمشي عشان كل ده كان بيكذب عليه. وبيكلمه الدكتور خليفه في التليفون وبيطلب منه ان هو عايز يقابله بكره ضروري. وتاني يوم لطيفه بتكون بتلم حاجاتها عشان خلاص جه الميعاد ان هي تمشي من الشركه. ونادين بتهزر معاها على موضوع الشهاده، فبتقول لها لطيفه ان هي ما فيش شهاده معاها اصلا وان هي ما اتخرجتش قبل كده. وبتتصدم نديم وبتمشي. وحسام بيرن على مراد عشان يجي يودع لطيفه قبل ما تمشي، وبيقول له مراد ان هو كمان ساعتين وجاي. وبيدخل على الدكتور خليفه المكتب وبتخلص الحلقه. وبكده وصلنا لنهايه فيديو النهارده. وبس ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بملخص الحلقه 7 و8، وفولو على الانستا عشان لو عايز تسالني اي سؤال. وبرضه خد لك بصه على الفيسبوك يمكن تعجبك حاجه هناك عشان بينزل هناك فيديوهات تاني خالص. وبس صلى على النبي والسلام. اشترك في القناه وفعل زر